النهاردة عدى زي امبارح، نفس الناس، نفس الشغل، نفس الزحمة. دخلت المكتب قلت صباح الخير، اشتغلت، خرجت ورجعت. بس وانا ماشي في المترو لقيت نفسي ببص في المراية الصغيرة اللي في العربية وسألت نفسي: هو انا ده فعلا؟ هو اللي بيحصل كل يوم ده بجد؟ ولا انا بس بشارك في فيلم حد تاني كاتبه؟ انا عايش ولا بس موجود؟ السؤال اللي الشاب ده سأله هو نفس السؤال اللي قاد إدموند هوسرل إنه يغير الفلسفة كلها. إزاي أعرف إن الحاجة اللي قدامي حقيقية؟ وإزاي أفرق بين إني شايف العالم وبين إني فاهمه؟ من هنا بدأ طريق الفينومينولوجيا. انتهينا من برنامج الفيلسوف، بس في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة بتاعتنا على طول. إدموند هوسرل كان فيلسوف ألماني، اتولد سنة 1859. في الأول ما كانش ناوي يبقى فيلسوف خالص، ده كان دارس رياضيات. بس هو بيذاكر الرياضة بدأ يسأل أسئلة ملهاش إجابة في الأرقام. هو أنا لما بحل مسألة بفهمها إزاي؟ يعني العقل ده بيتعامل مع المعاني إزاي أصلا؟ الأسئلة دي جرت رجليه للفلسفة، وخصوصا لفكرة إزاي بنشوف العالم. طيب، يعني إيه فenomenologia؟ كلمة فenomenologia معناها علم الظواهر. يعني بدل ما أسأل الحاجة دي ايه، هسر قال أسأل الحاجة دي بتظهر لي ازاي. يعني خليني أوضح لك شوية. لو انت دلوقتي ماسك كوباية شاي، انت مش بتقول دي كوباية شاي وخلاص. هسر اللي بيقول لك استنى، ما تحكمش. احكي لي انت شايف ايه، حاسس بايه، سامع ايه، من غير ما تسمي او تفسر. يعني تقول في حاجة شفافة فيها سائل بني سخن، ريحته طالعة، لساني ده مرارة خفيفة، بس كده. دي هي الفينومينولوجيا، انك توصف التجربة زي ما هي من غير اي حكم مسبق. هسر حط 3 خطوات علشان نفهم الظواهر زي ما هي. اول خطوة اسمها الايقاف، يعني توقف كل احكامك المسبقة. ما تقولش دي ترابيزة وخلاص، لا، وصفها الاول. تاني حاجة الوصف، احكي ايه اللي بتشوفه وتحسه من غير ما تفسره خالص. تالت حاجة، تالت خطوة معانا هي الجوهر. بعد الوصف تحاول تكتشف جوهر الحاجة. يعني ايه اللي بيخلي الشيء ده هو الكرسي مثلا هو كرسي ليه اصلا؟ مش علشان بس بيتقعد عليه، لا، في خصائص بتكونه. طيب هوسرل من اللي بيقوله ده هو كان عاوز يوصل لايه؟ هوسرل كان حاسس ان الفلسفة والعلم بقوا مليانين تعقيد وافتراضات ملهاش اصل، فقال خلينا نرجع نبدأ من نقطة الصفر تاني، نشوف العالم من غير أي فلاتر أو تأويل. هو ما كانش ضد العلم، بس كان شايف إن قبل ما نعمل نظرية لازم نفهم إزاي الحاجة بتظهر لنا. يعني بدل ما أسأل هل الكرسي موجود بجد، هوسرل كان بيقول اسأل الكرسي بيظهر لك إزاي في وعيك. مين من الناس اتأثروا بفكر هوسرل؟ كتير من الفلاسفة اتأثروا بيه. يعني مثلا خلينا ناخد على سبيل المثال مارتن هايدجر، اللي خد منه الفينومينولوجيا ودخل بيها على موضوعات أعمق بكتير زي الوجود. تاني واحد معانا جان بول سارتر، اللي استخدمها في تأسيس الوجودية. تالت واحد معانا هو ميرلو بونتي، اللي ركز على الجسد والإحساس، وناس في علم النفس والسينما وحتى الأدب الحديث. طيب، النقد بقى اللي توجه لهوسرل كان إيه؟ هو في ناس قالت إن الفينومينولوجيا مثالية زيادة عن اللزوم، وإن الإنسان عمره ما هيقدر يبص لأي حاجة من غير ما يكون عنده أحكام أو خلفيات مسبقة عنها. بس في ناس تانية خالص قالت هوسرل ما كانش بيطلب المستحيل، هو كان بيطلب إننا نحاول نفهم قبل ما نحكم. في الآخر اللي هوسرل كان بيقوله بسيط جدا بس مهم قوي: رجع نظريتك، رجع نظرتك البريئة زي الطفل. شوف الحاجة كأنك أول مرة تشوفها. اسأل هي ليه ظهرت لي كده وازاي، وقتها بس يمكن تبدأ تفهم مش بس العالم لكن نفسك كمان. لو حسيت ان يوما ما كنت بتعيش على الاوتوماتيك زي ما بنقول من غير ما تاخد بالك من تفاصيل الحياة، يعني الفenomenologia ممكن بشكل او باخر تغير نظرتك. في اخر الفيديو، لو الحلقة دي عجبتك
ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واكتب لي كومنت قول لي ايه اول حاجة هتبص لها تاني من غير حكم بس بوصف. واستنى الحلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن فيلسوف مهم جدا جدا. في اخر الفيديو انت هنا كنت في برنامج الفيلسوف، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.